وقت صعب حسيت ان انت بتحارب لوحدك رغم ان انت حواليك ناس كتيره، فالفيديو ده ليك. الاوقات اللي بيكون علينا فيها ضغوط مع الوقت بتخلينا منهكين ومش عارفين ان احنا نكون بنقوم نفسنا، كاننا بنغرق وعايزين حد يرمي لنا طوق نجاه ويسحبنا لبر الامان. لان اول حاجه بتحصل لنا في الاوقات الصعبه دي هي التشويش، وبيكون جوانا كم رهيب من مشاعر متلخبطه، من احباط وخوف وافكار كتيره بتبدا تسوحنا. وهنا بقى بيجي دور السبورت سيستم او دايره الدعم بتاعتنا. الدايره دي بتسندنا لما بنكون تعبانين ومش عارفين نكمل. ناس بتكون ادوارهم مختلفه لكن نقدر نقول ان هم بيكونوا بيكملوا بعض، حتى لو ما يعرفوش بعض خالص، بس بيكونوا عاملين زي البازل مع بعض بيكملوا الصوره. فلو جينا لشخصيه زي اوبرا وينفري مقدمه البرامج المشهوره واللي على الاغلب معظمنا يعرفها، اتعرضت لطفوله ومراهقه قاسيه جدا مليئه بالاساءات، الا ان في خلال حياتها قدرت انها تكون من اكتر الشخصيات الناجحه ومؤثره في العالم كله. واللي خلاها تقوم من كل الاحباطات دي بجانب قوتها واصرارها هو وجود سبورت سيستم عرف يقومها وعرف يطلعها من الاحباطات دي. واللي نقدر نقوله في شكل 4 علاقات اساسيه في حياه اوبرا. اول علاقه بقى هي علاقتها بجدتها، واللي كانت مصدر امان وحب ليها في بدايه حياتها، وساعدتها ان هي تتخطى احساس الرفض اللي مرت بيها في اوقات كتيره في حياتها. وده يعتبر شكل العلاقات الاول والاساسي اللي موجود في نظام الدعم ده، هي دايره العيله وشريك الحياه. مهما كانت علاقاتك بره كتير بتفضل دي الدايره الاهم اللي موجوده طول الوقت. تاني علاقه بقى في حياه اوبرا هي علاقتها بمايا انجلو، اللي كانت نشيطه في مجال الحقوق المدنيه وكاتبه في نفس الوقت، وكانت المشيره الشخصيه لاوبرا. واوبرا لما بتتكلم عليها بتقول ان هي كانت بتعلمها ازاي تعمل المستحيل او انها تقدر تعمل المستحيل. وده بقى هو الشخص التاني في الدايره دي، وهو المنتور او المرشد اللي بيقدر يوجهني كده همشي ازاي، ويقدر يوجهني بالغلط بشكل مباشر وصريح من غير ما يطبطب عليا زياده عن اللزوم او ان هو برضه يكون عنيف زياده عن اللزوم. وانت بتختار المنتور بقى انت لازم تكون من جواك مقتنع انه عنده الخبره المناسبه ومتفق معاه انت عايز توصل لايه. كمان لازم تكون قابل منه التوجيه، ولانه صعب جدا ان شخص واحد يكون عنده الخبره انه يوجهك في كل المجالات، فانت ممكن يكون عندك كذا منتور في حاجات مختلفه في حياتك انت عايز تكبر فيها، سواء رياضه او شغل او صحه نفسيه اي حاجه. العلاقه الثالثه بقى في حياه اوبرا وينفري هي علاقتها بباربارا والترز المذيعه، واللي فتحت لاوبرا ابواب كتيره جدا في الاعلام لان هي كانت مؤمنه جدا بيها. وده الشخص الثالث اللي لازم يكون موجود في السبورت سيستم بتاعك، شخص بيتحداك انك تطلع احسن نسخه منك، شخص بيكون عارف مواهبك ومصدق فيك يمكن اكتر من نفسك. اما شكل العلاقات الرابع اللي مهم جدا ان هو يكون موجود في السبورت سيستم بتاعك، هم الناس اللي عندهم نفس الاحلام في الحياه، سواء في الشغل في البيزنس في العلاقات ايا يكن. ناس بالبلدي كده شبهنا، فده بيخلق نوع من السند الغير مباشره انك مش بتمر بالتحديات دي لوحدك، لكن ان حواليك ناس بتصارع معاك في نفس الحته. زي بالظبط الاطفال لما بتكون بتلعب لعبه جديده ومعصلجه معاهم، فلما بيلعب مع حد من سنه عنده نفس الهدف بيديله افكاره وبيلهمه ازاي يخلص لعبته. وده كان موجود في حياه اوبرا في شكل المفكرين والمستشارين والاطباء اللي كانت دايما بتحاورهم واللي كانوا موجودين في دايرتها القريبه. في الاخر عايز اقول لك ان وجود سبورت سيستم سليم ده بيحميك انك ما تحاربش لوحدك، وانك تحبط لانك متوقع الدعم من ناس هم مش عارفين يساعدوك. هم ممكن يكونوا بيحبوك جدا بس ما عندهمش الامكانيه ان هم يساعدوك. فممكن يكون اوقات كتيره بنحاول ان احنا نكون اقوياء لوحدنا، لكن الحقيقه ان الناس اللي بتعرف تكمل هم اللي موجود حواليهم الدايره، ناس بتعرف تسندهم وتشجعهم وتقومهم لما يقعوا. في النهايه بتمنى لك ان انت يكون عندك سبورت سيستم سليم، واتمنى لك ان انت ما تقعش ابدا. انا مريم عزت، وده في بساطه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.